بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا ولاد والله. اخباركم ايه يا ولاد؟ النهارده ان شاء الله بصوا يا ولاد عملت لكم ايه، طاجن لحمه. بصوا نص كيلو لحمه، كان عندي نص كيلو لحمه يا ولاد، طلعته من الفريزر وقلت هعمل طاجن لحمه كده، وهعمل ايه، رغيف كده على وشه زي ما انتم شايفين كده. بحب ايه اغمس بيه الملوخيه قوي، ومتخنه العجينه شويه عشان تبقى ايه، يبقى طري كده ليه لبه كده من جوه، بيبقى جميل يا ولاد، طعمه مسكر وجميل. بصوا حبايبي، طاجن اللحمه والله العظيم جميل لذيذ قوي، هيعجبكم قوي. يلا تعالوا نعمله مع بعض. تحبي تاكلي الملوخيه بقى بالعيش ده؟ بسم الله كده، نسمي الله. هنا معايا ولاد حوالي ايه 3 بصلات كده، خرطتهم ترنشات مدوره دواير كده بس. وبعد كده نزلت ايه بمعلقه سمنه كده، حطيت عليهم معلقه سمنه وحطيتهم على النار لحد ما اتكرملوا زي ما انتم شايفين كده. قطعت بقى ايه، قرن فلفل الوان، نص قرن فلفل الوان، نص قرن فلفل اصفر. قطعت قرن فلفل اخضر احمر اللي هو الحراق. قطعت جزرايه صغننه خالص معاهم بس كده، وقلبتهم بقى كده مع البصله. طبعا البصله اتكرملت على النار في حله، حطيتها بقى في الطاجن ايه اللي معايا ده اهو. بصوا، والنص كيلو لحمه كده اديته غلوه على النار، لان اللحمه بتاعتي كانت هتاخد سوا شويه، مش لحمه اللي ما بتاخدش سوا خالص دي. لما بعملها نيه بحط اللحمه اللي هي البتلو يا ولاد، لكن دي لحمه عجالي، فطبعا انا ايه اديتها غلوه الاول، وبعد كده بقى ايه زي ما انتم شايفين كده حطيتها ايه على البصله كده وعلى الفلفل الالوان. حطيت شويه ملح، حطيت شويه فلفل، احط مكعب مرقه من الدجاج. تمام، مش حابه تحطيه ما تحطوش، مش حبايبي، او تفركي كده بايدك كده بيدي طعم حلو قوي. وهديها بقى ايه يا ولاد، بصوا هدي الطاجن كده ايه كوبايتين شوربه. لو انا غطيته بالعجينه دلوقتي، بصوا هنسقي اول كوبايه اهو، لو انا غطيته بالعجينه دلوقتي ودخلته الفرن، العجينه هتستوي بسرعه، ما بتاخدش وقت خالص، بتاع 10 دقايق وهتخرجيه، يبقى الطاجن بتاعك يبقى لسه زي ما هو. طبعا ايه ما اندمجش بقى في الفرن بقى وخد ود مع نفسه كده، وتاكلي احلى لحمه. بصي مع التقه في البصل كده. طب نعمل ايه، هندخله الفرن الاول يستوي براحته، ولما يكون خلاص فاضل على السوا بتاعه بتاع ربع ساعه وكده ونخرجه، هروح مخرجاه من الفرن، اسيبه يهدى شويه يبرد، وبعد كده ايه احط على وشه العجينه وادخله. هيقعد معايا 10 دقايق بالكتير او ربع ساعه في الفرن، واخرجه تاني. فهمتوا حبايبي؟ يعني تسوي الطاجن بتاعك كويس قوي قبل ما تحطي العجينه، دخليه الفرن، وبعد كده تخرجيه تسيبيه يهدى يبرد، وبعد كده ايه حطي على وشه العجينه زي ما هتشوفيني دلوقتي. هنا طبعا معايا حبايب قلبي، هنا معايا كوبايه ونص من الدقيق، حطيتها هنا زي ما انتم شايفين. حطيت معلقه خميره باينه اهي، معلش اتمسحت الحته دي وانا بحطها. شويه بيكنج باودر صغيرين. بص حبيبه قلبي، معلقتين زيت زيتون. تمام كده. طبعا معلقه ملح صغيره ومعلقه سكر، بس كده اهو. ده ملح، وحطيت معلقه سكر، وحطيت شويه زعتر. الزعتر افركيه كده على ايدك عشان بيبقى ايه، طبعا الحبايه بتاعته بتبقى مقفوله كده، انا بفركه على ايدي. نزلت بنص كوبايه ميه، وهحط بقيه الايه الميه بس على حسب الدقيق ما هياخد. خد مني قد ايه؟ خد مني كوبايه الا بق صغنن بس كده. حطيتها في العجان زي ما انتم شايفين كده اهو تتعجن، وهسيبها تخمر. والطاجن انا كده دخلت يا ولاد الطاجن الفرن، خدوا بالكم. الطاجن كده في الفرن ياخد ويدي بقى مع نفسه ويستوي كده ويبقى مية مية، والايه اللحمه تشرب من البصل وكل الكلام ده على ما العجينه بتاعتي تخمر. هخرج الطاجن بقى من الفرن، اسيبه يبرد. اوعي تحطي العجينه على الطاجن سخن، هتسقط منك في الطاجن ومش هتنجح معاكي. بصوا اهو بالطريقه دي كده على ما الطاجن ايه يستوي معايا واطلعه. العجينه طبعا ما شاء الله، بصوا خمرت ازاي يا ولاد. على فكره العجينه دي طعمها بيبقى حلو قوي يا جماعه، طعمها بجد تحفه، الا مع الملوخيه بتبقى جامده. بص الطاجن بتاعي يا ولاد استوى وشرب الشوربه بتاعته، بس بقى ايه فاضل فيه حبه شوربه كمان كده، انا عايزاه لسه يندمج تاني، يعني انا عايزاه ياخد ويدي كمان ايه شويه، ياخد ويدي بقى الربع ساعه دي كمان مع ايه العجينه على وشه، على ما ايه العجينه تستوي يكون هو طلع معايا ايه مية مية. بص يا حبايبي اهو، العجينه كده اختمرت معانا زي الفل اهي تمام. بصوا ما شاء الله خمرانه ايه، خمرانه وعلى الاخر، تبقى جميله بقى وقلبها فيه لبه كده يا ولاد، وطعمها حلو قوي. غمسي بقى بيها اللي في الطاجن ده، وتغمسي بيها الملوخيه تبقى تحفه. يلا عامله لكم اكل دايت اهو، تنكروا ان ده اكل دايت؟ شايفه يا فطرس، احلى اكل دايت اهو.
دي واحده من المتابعين يا حبايب قلبي، بحب ايه انغشها كده كتير عشان هي عسلية بصراحه. بصوا حبايبي اهو، بصي بايدي كده، ولا عملت بمردنه ولا اي حاجه ولا فردت بحاجه. بصي زي ما انت شايفه كده اهو، ولا نشابه ولا اي حاجه، بايدي كده عشان العجينه بسم الله ما شاء الله جميله زي الملبن معايا. بصوا يا ولاد اهو، هنشيلها بقى ايه، نحطها على الطاجن كده، نلبسها للطاجن كده زي البورنيطه، تلميها كده من الجوانب بس كده اهو. قفلي بقى كده، ايوه من الجناب كده، قفلي كويس قوي، ما تنزلهاش لحد اخر طاجن تحت، لا. بصي اهو حوالي ايه 2 سنتي كده بس كده، وايه وقفلي. هجيب بقى شويه ميه، عشان انا ما بحبش البيض يا ولاد خالص، ما بحبش ادهن من اي حاجه بيض من على الوش، ما بحبش زفاره البيض بصراحه. بصي يا حبايبي، هجيب شويه ميه صغيرين وهحط عليهم ايه شويه قهوه معلقتين من الميه، احط عليهم شويه قهوه ورشه سكر، بس بين صوابعك كده، رشه كده صغننه، مش سكر معلقه ولا نص معلقه ولا ربع معلقه، لا رشه كده بس كده اهو. ميه وعليها شويه قهوه، ودهنت بيها زي ما انت شايفه كده، عشان تديني بس ايه وش حلو وخلاص. وهرش شويه حبه البركه بس كده، وهدخله الفرن. هياخد معاكي بالكتير قوي من 12 دقيقه ربع ساعه بالكتير بس كده، ونخرجه. عشان كده بقول لكم ما ينفعش تعملوا العجينه على طول وتدخلوه، تكون اللحمه بتاعتكم لسه ما ايه ما خدتش ودت مع البصله، طبعا ما ينفعش. بصوا يا حبايبي اهو بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، حبه البركه جميله وريحتها حلوه جدا وجميله ومفيده، وبتدي العيش ده طعم مع الزعتر يا ولاد. طبعا انا حاطه عجينه في الزعتر قصدي في العجينه بهيس. بصوا حبايبي اهو، انا بكلمكم بعد ما اكلت الطاجن وضحكت عليكم، عشان كده بهيس، تنحت خلاص شبعت. بصوا والله العظيم مقطقط وطعم وجميل وخفيف، وجنب طبق ملوخيه ايه خضره كده، وكان عندي طبق ايه محشي كده، واتغدينا والحمد لله. بصوا حبايبي اهو، هتقطعي كده بالسكين، كل ما اجي احط بتاع البخار يطلع على ايدي، سخن جدا والله. لا افتحي حته كمان، ايه البخل ده، ايوه كده. والله العظيم بصي بقى العيش عامل ازاي، طعمه وهمي يا ولاد. انا عايزاكم تجربوا العجينه دي وتقولوا ايه رايكم في طعمها تحفه. بصي والطاجن عامل معاكي ازاي، بصي غطيته تاني بقول له مش عشان يفضل سخن، كريم قال لي افتحي يا ماما. ايه رايكم؟ يلا حبايبي اعملوه جربوه يعجبكم قوي، ربنا يحسن ما بين ايديكم، الف هنا وشفا. ودي حته فلفل لازقه في العجينه دي يا ولاد، الف هنا وشفا حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا سلام عليكم.